راح نسمح للجميع. تفضل. أنا عبد الله تلفزيون سوريا. ذكرتم انه فادي صقر وشطاط الحي لهم دور بحل بعض العقد. الصوره اللي تصدرت او اللي اثارت حفيظه الناس بالفتره الاخيره هي كانت انه اللي ظهر بالفيديوهات مع غياب تام لاعلان لجنه العداله الانتقاليه، اللي ظهر انه فادي صقر وشطاط الحي هم اللي اخذوا، فهم عمليا هاي الخطوه ما ساعدت لجنه السلم الاهلي باظهار عملها اولا، وثانيا ظهر بانه اثنين من مرتكبي جرائم الحرب الموثقه بالادله سواء كان فادي صقر او سقراط الحي هم اللي عم يفرجوا عن معتقلين. لليوم حتى عرفنا انه في انه هذول الناس هم كانوا ضباط عاملين، هم كانوا مرحله الاستئمان، هم الى اخره الشيء تفضلتوا فيه. فالشيء اللي المجتمع الثوري بس بحاجه له هو توضيحات يوميه من طرفكم لانه كان في غياب كامل. الامر الثالث، هل من المعقول انه ما في بديل عن فادي صقر وسقراط الحي بحل هذه الامور؟ يعني بكل مره عم يكون في استفزاز، لا سيما انه امبارحه كان في توجيه تحيه، يعني وقت سقراط الحي توجه تحيه لفادي صقر كان في استفزاز مضاعف لاهل الضحايا لدول الضحايا، والفكره انه اثنين كانوا عم يرتكبوا نفس الجرائم في مناطق قريبه، واحد بجوبا وواحد بتضامن. يعني سقراط الحي له فيديوهات موثقه